يا صباح الخير، أهلا بيكم. النهاردة في الحقيقة قررت أعمل فكرة جديدة، إني أتكلم عن فيلم، بعيدا عن كتابة موضوع أو مقال أو كده. آه، يعني قلت يبقى الدردشة بشكل ألطف، بشكل أبسط بكتير من المقال يعني. والفترة الأخيرة أنا قعدت أفكر كتير في موضوع الإنترنت والسوشيال ميديا، وإن الناس بقت حاليا الفيديوهات أسرع والكلام أسرع من فكرة إن حد يقرأ مقال. تمام، خلينا نبدأ على طول ونتكلم عن فيلم رحلة 404. في الحقيقة الفيلم يعني أنا ما كانش في البداية ما كنتش متحمس جدا ليه في الحقيقة يعني، أو يعني كنت أكيد هشوفه، بس قلت هشوفه في يعني لما يبقى الوقت متاح. تمام، بس دايما كان في حاجة في دماغي بتقول لي لا أنا لازم أشوف الفيلم ده، حاسس إن في حاجة يعني مختلفة، في حاجة غريبة في الفيلم ده، أنا عايز أشوفه. تمام، آه، وكأن كان إحساسي حقيقي، يعني إني لما شفت الفيلم في الحقيقة يعني هو تجربة رهيبة، تجربة إنسانية بحتة، يعني إنسانية بشكل حقيقي. إنه كنت هكتب مقال عنه هسميه رحلة 404، واقعية المشاعر. تمام، إنه السينما الواقعية ليها أساتذة، وكلنا عارفين السينما الواقعية، لكن لأول مرة إنك تقدم يعني فيلم كده تحس إنه مشاعر حقيقية، أنت بتشوف المشاعر دي، بتشوفها بعينيك بشكل واقعي. تمام، هاني خليفة في الفيلم ده أثبت إنه مخرج عنده رؤية عايز يقولها، عنده مشروع سينمائي هو شغال عليه، وده يأكده غيابه. تمام، إن هو مش حد عايز يبقى متواجد وخلاص، أو إن أنا هنزل فيلم كل سنة كل سنتين، لا هو بينزل فيلم كل فترة بس يبقى ليه قيمته. تمام، وإنه عارف قيمة كويس الحاجة اللي بيعملها. منى زكي أو الأداء التمثيلي بقى عموما في الفيلم لو اتكلمنا عنه، طبعا منى زكي أنا أول مرة أشوفها بتمثل بالشكل ده، أقنعتني بشكل رهيب. تمام، وواضح كده إنه دايما بقول لفظ، حتى لما باجي أكتب عن فيلم أو عن ممثل بقول عنه إنه الخبرة، يعني التقل بتاع السنين. تمام، والممارسة السنين دي كلها بتبقى اتعتق كده، عارف انت في ممثل بيتعتق من كتر السنين وخبرته بقى وتقاربه الكتير، ده بيبان. منى زكي في الفيلم ده أثبتت إن هي خبرة السنين بقى، يعني بدأت تطلع كل اللي جواها من أداء، فكانت مفاجأة في الحقيقة. طبعا محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، حاجة يعني هم أكتر ناس ينطبق عليهم فكرة واقعية المشاعر. كل واحد فيهم كان بالرغم إن الدور صغير، أو يعني دور محوري كده في الفيلم، لكن قدروا يوصلوا مشاعر الحقيقية للشخصيات اللي بيقدموها. بشكل عام الفيلم تجربة زي ما قلت إنسانية من المقام الأول، الناس كلها محتاجة تشوفها، آه، مختلفة عن اللي بيتقدم حاليا. للأسف احنا بقالنا فترة كبيرة الأفلام اللي بتنزل كلها أفلام مسلية. تمام، أو أفلام تسلية. ده مش وحش ومش حلو. تمام، عشان أكون صريح يعني، هو ما ينفعش إن يبقى ده بس الموجود. الطبيعي إن جميع أنواع الأفلام تبقى موجودة. أنا استمتعت جدا بتجربة رحلة 404، ونفسي الناس كلها تشوفها وتركز فيه وتفهم رسالة الفيلم. مش عايز أحرقه، ومش عايز أتكلم عن السيناريو، ومش عايز أتكلم عن قصة الفيلم، ولكن بشكل عام هو تجربة سينمائية تحترم، ويستحق كل فريق العمل اللي في الفيلم ده إن إحنا نقدم له الشكر. و... ويا رب تكونوا يعني استمتعتوا باللي شافه، يا رب يكون استمتع بيه، واللي ما شافوش يا رب يكون عنده قرار إنه يشوفه، لأن أنا متأكد إنه هيفرق جدا
يعني في تلطيف كده تهذيب مشاعر كل واحد فينا، وبس. السلام عليكم.